السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفة جديدة من وصفات مطبخ عائشة العافية. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن حال ان شاء الله. الوصفة ديال اليوم غادي نحضروا مع بعضنا تحلية او الطرطة ديال التمر والكركاع. كتجي لذيذة بزاف بزاف بمذاق خيالي روعة. كتوجد بسرعة، بدون فرن، بدون خباط كهربائي، بدون تعقيدات، بطريقة سهلة ومباشرة. غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في المكونات، اول حاجة غادي نحتاجو عندنا هنايا البسكويت اللي غادي نحتاجو تستعملوا اي نوع كتبغيوه. الكميه كتبقى حسب الرغبه ديالكم. كما قلت لكم النوعيه اللي كتوفر عندكم او النوعيه اللي كيعجبكم المذاق ديالها تقدروا تستعملوا. غادي نحتاجو واحد الكميه ديال الحليب، ما غاديش نحتاجو نصف لتر كامله، المهم واحد الكميه. غادي نحتاجو الكريمه ديال الكريمه الطازجه او الكريمه اللي كنطلعوها ديال الحلويات. حتى هي ما غاديش انا عندي هنايا لتر، ما غاديش نحتاجو لتر كامل، حتى هي كنعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما. غادي نحتاج واحد جوج ديال الياغورت طبيعي بالسكر، جوج ديال الياغورت ديال مذاق الشوكولات. عندي جوج ديال ساشيات ديال الكاكاو المر، تقدروا تستعملوا غير واحد، انا كتعجبني داك النكهه ديال الكاكاو زايده، كنعمل جوج ديال الساشيات. وغادي نحتاجوا واحد الكميه ديال الكركاع اللي تكون يعني غير مهرسه شويه بيدنا، كميه كتبقى حسب الرغبه ديالكم. وشويه ديال التمر حتى هو مقطع قطع صغارين. اول حاجه غادي نحضروا الكريمه ديالنا. خديت هنا واحد الجبانيه، فرغت فيها داك الياغورت ديال الشوكولات والياغورت ديال طبيعي بالسكر. غادي نزيد معاهم ساشيه ديال الكاكاو، وزيدوا واحد ساشيه ديال سكر فاني. بالنسبه للفاني أنا نسيت ما ذكرته معكم في المكونات في الاول، ضيفوه الا كان متوفر. انا صراحه ما كانش عندي متوفر فاستغنيت عليه. مهم غادي نضيفوا داك الكاكاو وغادي نضيفوا هاد المكونات اللي ذكرت معكم قبل. ومن بعد غادي نضيف الكريمه وغادي نخلطو. بالنسبه للسكر انا ما ضفتش هنا السكر في هذه الكريمه تماما، وما غاديش نضيف السكر لان اصلا المكونات اللي عندي كامله حلوه. الياغورت حلو، الكريمه حلوه، عندي التمر حتى هو حلو، البسكويت عفوا حتى هو حلو. فما غاديش نحتاجو السكر تماما. اللي كيبغي السكر بزاف تقدروا تضيفوا شي ملعقه ديال السكر، ولكن انا يعني على حسب انا كيجيني هذاك هو السكر ديالو كافي جدا. الا زدتو السكر غتزيد الحلاوه اكثر من القياس، من الاحسن اكتفيو غير بالحلاوه ديال المكونات اللي عندكم كامله وصافي. صافي هنايا ضفت الكريمه. بالنسبه للكريمه ضفت غير نصف الكميه ديالها، انا عملت تقريبا نصف لتر ديال الكريمه. كتضيفوا نتوما على حسب نتوما شنو بغيتو. بالنسبه للمكونات انا عطيتكم غير المكونات والطريقه ديالها، هاد التحضير ديال هاد التحليه، وانتم كتعملوا على حساب الكميه، كتعملوها على حسب عدد افراد الاسره، او على حساب قداش بغيتو تعملوا داك الطورطه او داك التحليه، واش كبيره ولا صغيره. المهم نتوما كتحكموا في الكميه. صافي انا غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان غير بالخلاط اليدوي. غادي نحاول نخلط هاد المكونات حتى نتحصل على واحد الكريمه اللي تكون يعني شاده راسها، ما غاديش تكون واقفه، انما تكون شاده راسها. آه، المكونات بما انهم هما كلشي بارد فداغيا كتعقد، يعني هاد الكريمه داغيا كتعقد كيف ما كتلاحظوا معايا. هذا هو القوام اللي غادي نحتاج. صافي هنايا غادي نوضع الكريمه ديالي جانبا، وغادي نحضروا فين غادي نوجدوا فين غادي نحضروا هاد الطرطه. هنا خديت واحد البلاطو عادي، بلاطو اللي كناخذو ديال الكرتون ديال المملحات وديال الحلوى. عملت عليه هاد السيركل كما كتشوفوا، اولا هاد الاطار اللي كيتفتح وكيتزاد وكينقص. المهم باش عملت القياس اللي بغيت انا. تقدروا تخدموا اولا تعملوا هاد الطورطه ديال هاد التحليه ديالكم تعملوها غير في شي مول عندكم، يعني اي حاجه عندكم في الدار، اي مول اولا اي حاجه تقدروا تعملوهم فيها. انا غادي نعمل عملتهم في هذا الاطار هذا اولا في هذا السيركل هذا. صافي هنا خديت الحليب، واحد الكميه ديال الحليب، حليب بارد طبعا. غادي نبدا كنفزك فيه هذا البسكويت، وغادي نستفو في القاع بهذا الشكل هذا. نحاول نستفو واحد الطبقه اللي لتحت. بالنسبه لي انا غادي نعمل جوج طبقات ديال البسكويت، وغادي نعمل الطبقه الفوقانيه غادي نعمل غير طبقه واحده. يعني في الاول غادي نعمل جوج طبقات ديال البسكويت فوق بعضيتهم، من بعد عاد من بعد ما غادي نوضع الكريمه غادي نزيد غير طبقه فوقانيه غير واحده. بالنسبة هنا كنعتذر البنات لأن ما صراحة ما كناخدش راحتي تماما إلا ما خدمتش بيدي. إلا ما خدمتش بيدي ما كنعرفش نخدم تماما.
المهم كنعتذر منكم والحمد لله. يدي نقيا، وفاش كندخل الكوزينة ملي كندخل الكوزينة ويدي في الماء يعني الإنسان كيخدم داكشي اللي كيرتاح ليه. صافي هنا كيف ما شفتوا عملت الطبقة الأولانية ديال البسكويت، وغادي نبدا عاوتاني نستف الطبقة الثانية ديال البسكويت باش يجيني عالي شوية. كما قلت لكم تقدروا تعملوا الا كان عندكم شي نوع ديال البسكويت اللي يكون غليظ كتقدروا تعملوا غير طبقة واحدة. انا هنايا هاد البسكويت هذا رقيق بزاف، ملي غتوضعوا يعني ما غاديش يبان، ملي غتعملوا الكريمه ما غاديش يبان. لهذا عملت جوج طبقات فوق بعضيتهم في الاول. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نعمر داك البلاطو كامل. بالنسبه للكميه شحال دخلاتني انا ديال الكيكس في هاد او ديال البسكويت في هاد الطورطه، خديت واحد الكاخه ديال البسكويت فيها 400 غرام. جاتني هي هذيك مع هاد القياس ديال هاد البلاطو، ولكن كما قلت لكم راه لتحت عملت جوج ديال الطبقات ديال البسكويت فوق بعضهم. ملي عملت الكريمه وضفت عملت الطبقه الثالثه غير طبقه واحده ديال البسكويت، شاط لي واحد شويه ديال البسكويت ولكن المهم كتجي هي هذيك. صافي هنايا من بعد ما استفت داك البسكويت كامل لتحت، المهم عملت الطبقه الاولانيه. دابا غادي نفرغ الكريمه. هنا عملت غير نصف الكميه ديال الكريمه هي اللي ضفت. غادي نحاول نسرح داك الكريمه يد على في داك البلاطو من الداخل باش تجيني متساويه. ومن بعد غادي نزيد عليها داك الكركاع والتمر اللي عندي. كما قلت لكم التمر والكركاع كيبقى الكميه حسب الرغبه ديالكم. غادي نحاول انني نوزعو بهذا الشكل هذا. بالنسبه لديك الكركاع انا غير هرمشته غير بيدي، ما طحنته ما حمرته ما حتى حاجه، هرمشته غير بيدي وصافي. وبالنسبه للتمر حتى هو قطعته قطع صغارين. كيجي غزال هاد التحليه الصراحه، غير جربوها على ضمانتي. انا كنضمن لكم كتجي رائعه جدا، وبالخصوص ملي كتبقى وكتبرد وكتاخذ وقتها يعني في الثلاجه حتى كتبرد على خطر خطره، كتجي غزاله ما تشبعوش منها. صافي هنا من بعد ما عملت التمر والكركاع زديت الطبقه الاخيره ديال البسكويت، وهنا تقدروا تضيفوا عاوتاني جوج طبقات فوق بعضيتهم على حسب نتوما شنو بغيتو. انا عملت غير طبقه واحده. صافي غادي نفزك في الحليب داك البسكويت، غادي نفزكو بالحليب وغادي نبدا كنستفو الفوق داك التمر وداك الكركاع بهذا الشكل هذا حتى نكمل داك الكميه ديال البسكويت اللي عندي كامله. صافي وغادي نفرغ فيها دابا ديك الكميه ديال الكريمه اللي بقات لي، غادي نوضعها من الفوق وغادي نحاول نسرحها فوق داك البسكويت بهذا الشكل. صافي وهنا يعني هنا الطورطه ديالنا كتكون واجده، كتبقى غير التزيين كيبقى يعني اختياري. كتزينوها بداك الشيء اللي بغيتو نتوما واللي عجبكم نتوما. انا زينتها غير بشويه ديال فيرميسيل ديال الشوكولات. تقدروا الا كان عندكم شوكولات تحكوه حتى هو كيجي مزيون، المنظر فيه مزيون. تقدروا تخليوها حتى تبرد مزيان مزيان، ومن بعد دهنوها بواحد الياغورت ديال الشوكولات، او المهم على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي المهم التزيين كيبقى اختياري. انا هنايا كما كتشوفوا غادي نرشها بشويه ديال الفيرميسيل ديال الشوكولات، وغادي ندخلها للثلاجه. غادي نخليها تبرد مزيان اقل حاجه واحد 2 ساعات. يعني كل ما بردات كل ما كتجي رائعه جدا. والصراحه الصراحه ما عندي ما نخبي عليكم، انا كنحماق عليها ملي كتبات كتجي بنينه وكتجي لذيذه بزاف بزاف. حتى داك الكريمه كتشد راسها وكتجي بحال كتاكل شي كلاص او شي حاجه، المهم شي حاجه واعره. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. غير جربوها على ضمانتي، شي حاجه اللي صراحه كتجي رائعه جدا وسهله، وما كتحتاج لا فرن لا جينواز لا حتى شي حاجه. وهنايا من بعد ما خرجتها من الثلاجه، هنا تقريبا كانت غير واحد نص ساعه. المهم كنت مزروبه بغيت انني نصور معكم هذا الشكل النهائي ديالها. فجبدتها. المهم انا كما قلت لكم خليوها تبرد على خطر خطره. هنا زولت لها داك السيركل اللي او داك الاطار اللي كان عليها، وزينتها بواحد الحبات ديال التمر، عملت فيهم الكركاع وزينتهم في الوسط بهذا الشكل. المهم التزيين كما قلت لكم كيبقى حسب الرغبه ديالكم. وهذا كان الشكل ديالها النهائي، كتجي رائعه جدا. وما تنسونيش
من تعليقاتكم وتشجيعاتكم، لان كتهمني بزاف بزاف، وهي اللي كتعطيني الحماس انني نبقى نشارك معكم الوصفات. صراحه كنبغي نشارك معكم شحال من وصفه، وكنبغي نشارك معكم بزاف ديال الحاجات، وعندي بزاف ما نعطي، ولكن للاسف ما كنلقاش التفاعل. والصراحه هاد الشيء كيسبب احباط، وما كيعطيش الخطر او الكان انك تنوض تصور او تخدم، لان التصوير راه ماشي سهل، راه فيه واحد المعاناة وفيه واحد التعب، بالخصوص المونتاج، لان المونتاج ماشي سهل. باش كنعملو هذا المونتاج صراحة كيدي الوقت بزاف، وفي نفس الوقت اللي عنده الوليدات ومسؤولية ديال الدار وهذا راه ماشي سهل عليه. فكنتمنى ما كنطلبوش شي حاجة كبيرة، فقط غير تشجيع ديالكم بلايكات باش يتشاف الفيديو بزاف، وفي نفس الوقت التعليقات ديالكم باش يشجعونا. وبدوري كنشكر بزاف بزاف المتابعات الاوفياء اللي واخا هي قليله، ولكن متابعاني وكتشجعني وكتدخل عندي الخاص وكتشجعني بكلمات طيبه. كنشكركم بزاف بزاف البنات والله، وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم بيا. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. اللي كيزور القناة لأول مرة ما تنساش أنك تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الفيديوهات. ودمتم في أمان الله وحفظه، وإلى الملتقى مع وصفة جديدة أو فيديو جديد.